انباء عن تصعيد ما بين ايران وامريكا لاول مره بالشكل ده بعد اطلاق صافره الحكم لنهائي كاس العالم. في الوقت نفسه طائرات التزود بالوقود الامريكيه بتحلق فوق سماء الشرق الاوسط باعداد كبيره جدا. ولكن تعالى كده نجيب الموضوع من بدايته، هنشوف هل ليه بوادر ولا لا. من ساعات يعني او بتتكلم في يوم بالتحديد امريكا استهدفت البنيه التحتيه في ايران. زي ايه يا عم فارس؟ زي جسر كورستان، جسر من اهم الجسور اللي بيربط ايران ببعضها وخصوصا شرايين الاقتصاد في ايران، واستهدفوا بالذات الطرق او المحاور اللي هي الرئيسيه والسريعه اللي هي بتاثر المسافات ما بين مدن ايران وبعضها. في الوقت نفسه سايب لهم طرق بديله عشان تبقى دي الطرق الوحيده اللي يبقوا مجبرين يعدوا منها وهو يبقى عارف المسار بتاع الحركه بتاعتهم. استهدفوا محطات توليد الكهرباء وتم استهداف منافذ الوقود اللي موجوده في ايران. اماكن كتيره جدا كانت قايمه عليها ايران اصلا سواء من ناحيه الصناعه او من الناحيه العسكريه، ده كله تم استهدافه. محطات قطارات طبعا مهمه جدا في ايران برضو تم استهدافها. هتقول لي طب ايه اللي يخلي امريكا بدل ما تستهدف اماكن مثلا الحرس الثوري زي ما كان بيحصل فجاه تستهدف الاماكن دي؟ هقول لك علشان في كلام والمفروض يعني ان هو بالعقل كده ان امريكا بترتب لانزال بري في ايران. هل الموضوع صعب؟ صعب جدا، ولكن هل امريكا تقدر؟ تقدر. النقطة هنا المهمة، انت ليه بتقول انزال بري؟ لان ببساطة انك اول ما استهدفت الجسور والاماكن اللي هي بتربط ايران ببعضها فانت عايز تعزل ايران عن بعض. يعني لو انت استهدفت مكان وعملت فيه انزال بري بتمنع الاماكن او المناطق التانية عن بعضها في ايران ان هي تقدم ليها دعم. يعني الاستهدافات دي على سبيل المثال عزلت ايران عن هرمزغان، انت عزلت المنطقتين عن بعض. يعني لو الحرس الثوري مثلا موجود في طهران مثلا وامريكا قررت ان هي تخش تعمل انزال بري في طهران، الاماكن بقى اللي هي جنب طهران لو جاي منها دعم هيوصل لك ازاي؟ علشان كده امريكا بدات تستهدف الاماكن اللي هي بتربط ايران ببعضها. هل وقفت عند كده؟ لا، امريكا قالت ان هي المفروض النهارده وانا بكلمك ان هيحصل استهداف تاني للبنيه التحتيه، علشان في الوقت نفسه ايران تقول لك لو ده حصل فانا هاجم هجوم شامل ولكن على الخليج. في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده ناس كتيره جدا في بعض مدن الخليج المغتربين بالتحديد سواء بقى من الهند، البنجاله، عمالتنا المصريين، ناس كتير جدا بتقول ان هي بتحاول ان هي ترجع لان هم خايفين من السيناريو ومن اللي بيحصل هناك. وفي الوقت نفسه هتلاقي ناس بتقول لك لا الدنيا تمام والامور طيبه. على العموم يعني انت لو انت عايش هناك وشايف ان الامور تمام فاوكي مفيش مشكله، يعني الواحد يتمنى لك الخير كله والله، ولكن انا بقول لك دي الانباء العالميه اللي منتشره دلوقتي. في الوقت نفسه ان انت عندك ايران بتستعد بشكل غريب جدا وهي عارفه انها داخله على حاجه ما حصلتش قبل كده. ليه؟ لو تفتكر انت لما كلمتك عن الطياره اللي هي كانت المفروض هتنزل في اليمن وتم ملاحقتها من الجانب السعودي، وقتها المملكه العربيه السعوديه قالت لك الطياره دي مش هتنزل. ليه؟ قال لك والله اللي موجود فيها الحرس الثوري الايراني. طيب ايه المشكله؟ طب ما ينزل. قال لك لا، ما هو الحرس الثوري الايراني جاي يدرب الحوثيين على حاجه وعلى خطه المفروض ان هم ينفذوها لو امريكا عملت انزال بري او حصل هجوم شامل على ايران. وايه هو؟ ان الحرس الثوري بيدرب الحوثيين على فكره ان هم يقتحموا الخليج، وده بجد ان هم فكره الهجوم برضو الشامل بنفس الطريقه وبنفس الرد، ولكن مش على القواعد اللي موجوده في الخليج، على الخليج نفسه. يعني بمعنى اصح سيب وانا سيب. هل انت تفتكر ان الموضوع هيوصل لكده؟ الحقيقه كل ده هيبان خلال ساعات، احنا ما بنتكلمش في ايام، انت بتتكلم ان هو خلاص بكره نهائي كاس العالم، بعده بكام ساعه تخلص المراسم، ساعتين تاني، يعني انت بتتكلم كمان قول 24 ساعه. هل انت متوقع ان فعلا هتحصل حاجه؟ خصوصا زي ما قلت لك ان السعوديه كانت بترتب لده وقالت ان في النفس يعني على فكره الطياره دي اللي هي كانت هتنزل، قالت لك لا مش هسمح بوجود الطياره دي لان المخابرات السعوديه قالت ان اللي موجود في الطياره بيفكر او بيخطط ان هو يهاجم الخليج، فعشان كده هي ما كانتش سامحه ان الطياره دي تنزل. وحصلت المشكله الاخيره في مطار صنعاء وبعد كده في المطارات اللي كانت موجوده في السعوديه. فالحقيقه الوضع ملخبط جدا، تحس ان كله ماسك في بعضه وكأن كله كان مستني كاس العالم يخلص عشان يبداوا يرجعوا لوضعهم القديم. هل انت شايف ان فعلا الموضوع هيخش في فكره انزال بري سواء هنا او هنا؟ وليه؟ وهستنى كل اجابتك وهرد عليها ونتناقش فيها كده مع بعض. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ كل بلادنا العربيه.